أسس بالعربي. مشاهدي أسس بالعربي، أهلا وسهلا بكم في شابتر جديد من كورس إيس المدرب الشخصي فصل رقم 8، ألا وهو بعنوان الكارديو ريسبيراتوري تريننج فيسيولوجي اسسمنت اند بروجرامينج، يعني تدريب الكارديو، تشريح الفسيولوجي للقلب والجهاز التنفسي، شوية قياسات، وهنتعلم كمان إزاي نصمم برامج تدريبية للكارديو. أسس بالعربي. من المواضيع اللي هندرسها مع بعض النهاردة Identify the acute and chronic physiological response to cardiorespiratory training. هنتعرف هنا ببساطة على الفروق بين التغيرات الفسيولوجية اللي بتحصل نتيجة تمارين الكارديو بشكل مؤقت وبين اللي بتحصل وتستمر معانا مدى طويل. زي ايه الاستجابات دي؟ زي ان انا لما بلعب كارديو قلبي نبضاته بتزيد، معدل الحرق ممكن يتحسن، التنفس بيزيد. اما على المدى الطويل ده اللي هنشوفه مع بعض. تعالوا نشوف رقم 2. Recognize key environmental consideration for cardiorespiratory training. هنتعرف هنا مع بعض على الاعتبارات البيئية، يعني التدريب الكارديو في الجو الحار والجو الساقع وكمان في المرتفعات، ازاي ده بيأثر على القلب والجهاز التنفسي. رقم 3 هناخد مع بعض Explain two procedures for ventilatory threshold assessment. هنشرح هنا خطوات اختبارات العتبة الهوائية، وايه هي العتبة الهوائية اللي اسمها ventilatory threshold. رقم 4 Evaluate the results of cardiorespiratory fitness assessment and apply them to cardiorespiratory programming. ازاي هنقدر نقيم او نقيس يعني النتائج بتاعة اختبارات الكارديو ونطبقها في البرامج التدريبية بتاعتنا. اما رقم 5 Identify key programming consideration for limiting sedentary time. هنتعلم هنا ازاي نقدر نصمم جداول تدريبات للكارديو للناس الكسلانين عشان نخليهم يقللوا الوقت بتاع القعدة، لان هنكتشف هنا ان 45 دقيقة اللي بتلعبهم كل يوم من التمارين مش كفاية لإحداث تغيرات فسيولوجية طالما ال 24 ساعة قاعد قدام التلفزيون أو يومك كله عبارة عن قعدة. أما رقم 6 والأخيرة هناخد Design Personalized Cardiorespiratory Training Programs for clients ranging from physically inactive individual to endurance athlete utilizing assessment and programming tools from each phase of the ACE IFT model. يعني هنعرف ازاي نصمم برامج الكارديو سواء للناس اللي هي ان اكتيف مش نشيطه او الناس اللي هي البروفيشنال، وده كله طبقا لنموذج اي اف تي موديل. يبقى ورقه وقلم ويلا بينا نبدا الحل. أسس بالعربي. المقدمة هنا بيقول لك human are designed to move، يعني البني آدم بطبيعته اتخلق عشان يتحرك، بيتحرك عشان يدور على أكل، يهورك عشان يهرب من مراته، يدور على رزق، ومش بيقول لك ازاي هتجيب رزقها، ويعمل حاجات تانية كتير عشان تساعده عشان يعيش ويتطور. لو بصينا على الناس اللي هي عايشين في الفلاحين او الناس اللي هم الصيادين اللي على طول في حركة دايما، هنلاقيهم دايما ما عندهمش اي امراض من الامراض المنتشرة زي القلب والسكر والضغط والكلام ده كله. الله اكبر يعني. لكن بما ان الحركة اساسية عشان الانسان يعيش بصحة افضل، فالاجهزة المسؤولة عن انتاج الطاقة في الجسم زي العضلات والقلب والجهاز التنفسي بتشتغل بافضل كفاءة امتى؟ لما تتعرض لتحديات منتظمة، يعني مش اللي هو النورمال بتاعنا بتاع كل يوم ده كده، يعني اقصد من خلال ممارسة تمارين او نشاط رياضي. تعالوا نشوف فوائد الرياضة والنشاط البدني على جسم الانسان. اول حاجة بتعلي الاداء بتاعه، بتخلي فيه احساس بالراحة النفسية، بتزود القلب من كفاءته والتنفس بنفس الوقت، بتقلل فرص الإصابة ببعض الأمراض المزمنة زي اللي بنشوفها منتشرة اليومين دول. بس ما ننساش إن دلوقتي ما بقاش في حاجة بتخلي الناس تتحرك زي الأول، لأن معظم الشغل بقى ممكن يتعمل من غير مجهود بدني أصلا، والريموت كنترول موجود والأكل بقى بيجي ديليفري. عشان كده بقت الناس محتاجة أكتر لحد ينظم لها حياتها، حد كده يدخل شوية حركة وتمارين رياضية بشكل كبير خلال ال 24 ساعة. وده اللي كان هنا عايز يقوله لك في المقدمة. Anatomical System، الأجهزة التشريحية، مهم طبعا لأي مدرب شخصي إن يكون فاهم تشريح وفسيولوجية الجسم واللي ليهم علاقة خاصة بتدريبات الكارديو على الخصوص. الكلام ده هيساعدك على فهم التغيرات اللي ممكن تحصل لك بشكل فوري ومباشر، واللي بتحصل سواء ان النفس يزيد او القلب او معدل الاكسجين في الرئة يزيد، وكمان على المدى الطويل.
زي ايه؟ زي زيادة اقصى كمية دم القلب ضخها. ما هي دي مش بتتحسن في يوم وليلة، بتتحسن مع كفاءة العضلات الخاصة بالتنفس القلب. تقليل ضغط الدم ممكن لو مريض. أسس بالعربي. This is the most professional master trainer in the Middle East, Coach Ahmed Mega Hype, founder of Oso's Belarabi, a movement built to spread real fitness knowledge, helping other trainers learn the right way. Through sanity to nutrition, to injuries, to biomechanics, everything you need, all in one place. Join us now, this is your time. Step up strong, get on your grind. Oso's Belarabi, we lead the way. Be a pro, started too late. Join us now, this is your